كيف يمكن للاعب تتجاوز سرعة 36 كم في الساعة بدقة تمرير 85% وصناعة فارق في كل هجمة أن يستبعد من سباق الكرة الذهبية؟ أشرف حكيمي الظهير المغربي قدم موسما استثنائيا مع باريس سان جيرمان، أرقام تضعه بين الأفضل في العالم بل في التاريخ. لكن بينما الأرقام تقول كلمة واحدة، القمة، الإعلام اختار أن يكتب سيناريو مختلف. فجأة وبعد كأس العالم مباشرة تخرج قضية تحرش مثيرة للجدل إلى حكم قضائي نهائي، لكن القصة ضخمت والصورة اهتزت. صحف كبرى تكرر العناوين، وسائل التواصل تشعل النقاش، والنتيجة لاعب مثالي يتحول فجأة إلى متهم في عيون الجماهير. وفي سباق الجوائز الفردية الأداء وحده لا يكفي، الصورة أحيانا أهم من الأرقام. الكرة الذهبية لم تعد فقط لمن يركض أسرع أو يسجل أكثر، بل لمن تلمع صورته بعيدا عن الملعب. فهل ما يحدث مع حكيمي مجرد صدفة؟ أم أن هناك من لا يريد أن يرى لاعبا عربيا مسلما يقترب من لمس الذهب؟